اسهل حاجه ممكن تعملوها في البيت هي الزبادي. تعالوا اقول لكم على اسهل واضمن طريقه تعملوا بها الزبادي في البيت ويطلع متماسك وطعمه كريمي وفيه المزازه اللي ناس كتير بتحبها زي جاهز واحلى. وكمان هقول لكم على الاخطاء اللي بتعملوها بتخلي الزبادي يفصل او يطلع معاكم سايب عشان تتفادوا وتضمنوا زبادي ناجح كل مره. الزبادي في البيت اوفر بكتير. تمن الست علب زبادي اللي بنشتريهم من المحلات هنعمل بتمنهم في البيت 12 علبه. اكتبوا لي تحت في التعليقات جربت تعملوا الزبادي في البيت قبل كده وقولوا لي بيظبط معاكم ولا لا، ولما تشوفوا الفيديو قولوا لي بتعملوه بالطريقه دي ولا لا. ده لتر حليب طبيعي كامل الدسم. لو استخدمت حليب خالي الدسم او نص دسم الزبادي مش هيتماسك. الحليب اللي دسمه قليل نسبه الميه فيه بتبقى اعلى فبيتبخر، فبعد التخمير الميه بتبدا تفصل عن الجزء الصلب. الحليب كنت غليته وسبته يبرد تماما واستنيت لحد ما اكون الطبقه الموجوده على الوش اللي هي القشطه. هنجيب شفشق الخلاط وهنبدا نشيل القشطه اللي اتكونت على وش الحليب وهنحطها في شفشق الخلاط، والخطوه دي مهمه عشان الزبادي يطلع معانا بقوام ناعم وكريمي. وهنبدا ندفي الحليب لحد ما يوصل معانا دافي زي دمعه العين. لو سخن هيقتل البكتيريا المسؤوله عن التخمير، ولو بارد مش هيشتغل كويس. دي علبه زبادي كامله الدسم ولازم تكون طازه. لو قديمه البكتيريا اللي فيها مش هتكون نشيطه ومش هتخمر معانا الزبادي، مش هتخلي الزبادي يطلع معانا متماسك. هحتاج منها للكيلو حليب معلقتين كبار فقط، وهزود عليهم معلقه كبيره حليب بودره، ودي اختياري هي بس بتعزز الطعم مش اكتر. ده الحليب بعد ما دفيته ابدا اخد منه حوالي كوبايه واضيفهم على المكونات اللي في الشفشق واقلبهم مع بعض في الخلاط لحد ما كل حاجه تدوب، واضيف عليهم الحليب الدافي وهقلبهم مع بعض كويس عشان قوام الزبادي يبقى ناعم وكريمي ما فيهوش اي كتل. هنجيب صينيه وهنركب عليها اي ريك او شبكه مناسبه. لو ما عندكوش الفكره دي هقول لكم تعملوا ايه. وهنجيب اطباق او كوبايات تكون مناسبه نعمل فيها زبادي، وهنبدا نصب الخليط داخل الاطباق واحط شويه خل جوه الصينيه عشان ما تسودش لانها الومنيوم، وهنملى لحد نص الصينيه ميه سخنه. هتسالوني ينفع نحط اطباق الزبادي جوه الصينيه من غير شبكه؟ هقول لكم ينفع عادي، بس احيانا الحراره مش بتتوزع كويس، فحركه الشبكه دي بتوزع الحراره كويس جدا من غير ما الميه تلمس اطباق الزبادي، فده بيخليه يتماسك احسن من غير ما يفصل. وكمان تقدروا تستخدموا اطباق الزبادي البلاستيك الوان واي زي بتاعه المحلات عشان ما تسحش من الميه السخنه المباشره، وتقدروا تجربوا مره بالشبكه ومره من غير شبكه. وهنغطي الزبادي في فوط. ما ينفعش تستخدموا غطا الاطباق او الالومنيوم فويل او حتى البلاستيك راب. الفوط هتمتص البخار اللي طالع من الميه السخنه على عكس الالومنيوم فويل او البلاستيك راب او غطا العلب، لان اي حاجه من دول هتعرق من الميه السخنه اللي موجوده في الصينيه، فالميه دي هتنزل على الزبادي وهتبوظ قوامه. في الشتاء هنحطه في اطفى مكان في الشقه، اما في الصيف هنحطه في اي مكان على جنب بيخمر عادي. مهم جدا المكان يكون دافي اللي هنخمر فيه الزبادي عشان البكتيريا تشتغل كويس. الاغلب هيكون اطفى مكان عنده في الشقه هو فرن البوتاجاز. لو ما عندكوش بقى شبكه خارجيه او ريك زي اللي ركبتها على الصينيه فهتقدروا تستخدموا الشبكه بتاعه الفرن. هتحطوا الصينيه اللي فيها ميه سخنه من تحت واطباق الزبادي هتحطوها على الشبكه، والاهم انكم تقفلوا عليه بالفوطه كويس عشان تحبسوا البخار ويخمر الزبادي. مده التخمير بتختلف على حسب الجو. في الصيف بنخمره من 4 ل 6 ساعات، اما لو في الشتاء من 6 ل 8 ساعات. لو خمرتوه اقل من المده دي الزبادي مش هيتماسك، مش هيبقى فيه المزازه زي الزبادي اللي بنشتريه من المحلات. وما ينفعش نزود مده التخمير عن 8 ساعات لان لو سبناه هيبقى طعمه حامض ولاذع زياده عن اللزوم. يعني مده التخمير هي اللي بتتحكم في طعم الزبادي. وفتره التخمير ما ينفعش نحرك الصينيه عشان ممكن نفسد عمليه التخمير، عشان كده يفضل نعمل الزبادي من بالليل او اليوم اللي انتوا مش هتستخدموا فيه الفرن. الزبادي ده خد معايا 6 ساعات في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي. هبدا انشف الاطباق من تحت مكان البخار. قوامه طلع معايا متماسك من قبل حتى ما ادخله التلاجة. هنغطيه وهندخله التلاجة اقل حاجه ساعتين. كده خلاص الزبادي بقى جاهز معايا. شوفوا لي القوام عامل ازاي، كريمي ومتماسك زي جاهز واحلى. جربوه بنفسكم وقولي لي في الكومنتات طلع معاكم عامل ازاي. ولو عندكم اي اسئله انا معاكم. وما تنسوش اللايك عشان الفيديو يوصل لناس اكتر، واللي مش عامل فولو يعمل فولو، وانتظروا مني كل جديد. اشوفكم قريب في فيديو جديد. مع السلامه.